بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم. سهم القاهرة للزيوت والصابون. السهم ده يعني هو كده ايه. لسه عندنا نزول تاني ولسه عندنا لكسر لجنيه 28. يعني السهم كده بإذن الله إن شاء الله ده هيكون آخر قاع. السهم طبعا في خلال سنة وهو لسه بيهبط ولسه ما عملش أي صعود، ولكن إن شاء الله ده هيكون آخر قاع ويبدأ بعد كده يكمل الصعود اللي هو ماشي فيه، وهيكون يعني هدفنا اللي هو القاع الحد العلوي ده للقناة السعرية الصاعدة الكبيرة اللي هو ماشي فيها. هو حاليا يعتبر يعني قريب من الخط السفلي للقناة السعرية. طبعا ممكن يكسرها، هو وارد يكسرها كسر طبعا قوي للتهويش يعني. تمام. ولكن هينزل. أهم حاجة إن هو هيكسر قاع جنيه 28، وممكن يتوقف معانا. يعني احتمال نشوف توقف عند الأرقام دي، عند جنيه 19 جنيه 20. أي مكان طبعا، بس تحت جنيه 28 لازم ينزل تحتيه، وبعد كده يكون خلص تصحيح مكتمل. يعني التصحيح بصراحة ممل جدا. السهم ليه سنة وهو بيهبط، ولكن إن شاء الله ده هيكون آخر قاع في السهم، وبعد كده يستكمل الصعود للحد العلوي للقناة السعرية حسب ما يكون هيقابل القناة السعرية دي فين بالظبط. فإن شاء الله السهم لسه في صعود وفرصة للشراء في حالة الانعكاس من المكان ده اللي هو عند جنيه 20 تقريبا. طبعا الشراء ما بيكونش يعني في النزول. الشراء لما نشوفه وصل للمكان ده وبعد كده بدأ يعمل انعكاس أو بدأ يعمل إيجابية. تمام. ويتوقف في المكان ده، كده تقدر تخش وانت مطمن وتشتري وانت مطمن، مش تشتري في عز النزول يعني. لا، لازم نشوف الأول يبدأ يعمل انعكاس أو نشوف شمعات إيجابية من عند المكان ده، فممكن تشتريه وخلاص يبقى يخاف خسارتك شمعة اليوم اللي انت دخلت فيها، أو شمعة اليوم لو هتلاقي مثلا شمعة همر شمعة دوجي في المكان ده، فدي تبقى إيقاف الخسائر بتاعتنا. تمام. إن هو غالبا كده هيكسر الترند الصاعد الرئيسي ده للتهويش ولسحب السيولة، وبعد كده يبدأ يرد تاني إن شاء الله. فده سهم القاهرة للزيوت والصابون، والسلام عليكم.